السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي افنان ايمن. مين قال ان الفراخ البلدي ما ينفعش تطبخ غير مسلوقة بس؟ النهاردة معانا طريقة جديدة ومختلفة للفراخ البلدي، لان الفراخ البلدي بيكون حجمها صغير، فمش بنعرف نبدع فيها او نقدمها بطرق مختلفة. جربوا الوصفة دي وقوليلي رأيكم في الكومنتات. هنبدأ الفيديو بالمقادير، وهسيب لكم المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. عندي الفراخ مغسولة كويس جدا ومنقوعة لمدة نص ساعة في مية وخل وعصير ليمون وفلفل اسود، ورق لورا، وممكن قشر ليمون او قشر برتقان علشان يشيل منها ريحة الزفارة. عندي حبايتين طماطم، حبايتين بصل، حباية بطاطس، حباية جزر، فلفل الوان، معلقة كبيرة دبس رمان، عصير ليمونة، معلقة كبيرة ملح او حسب الطلب، نص معلقة صغيرة من كزبرة، بابريكا، كمون، فلفل اسود، بهارات الفراخ، ونص معلقة صغيرة شطة، وكمان ورق لورا، حبهان، ومستكة، نص معلقة صغيرة مرقة دجاج فورية، وممكن تستغني عنها تماما لو مش حابة. هقطع البصل شرايح او جوانح رفيعة، والفلفل بنفس الحجم. الفلفل الالوان انا استخدمت حوالي كوباية الا ربع. وهقطع الطماطم شرايح، والبطاطس مكعبات. مكعبات البطاطس خليها صغيرة عشان تستوي مع الخضار وما تاخدش وقت في التسوية. الجزر قطعيه مكعبات صغيرة او بشوريه بالمبشرة لانه بياخد وقت في التسوية. في بولة عميقة هضيف الخضار وعليه عصير الليمون والبهارات، ورق اللورا والمستكة والحبهان، ومرقة الدجاج مش هنضيفها دلوقتي. وكمان هضيف ربع كوباية زيت، واقلب الخضار مع البهارات بالشكل ده، واحشي الفراخ. اول حاجة هحشي قلب الفراخ، وبعدين افرغ الجلد على مهلك وانت بتفرغي الجلد عشان ما يتقطعش مني. بصباعي هدخل ما بين الجلد واللحم وافرغ الجلد على مهلي عشان لو اتقطع ما عادش هينفع يتحشي. وطبيعي الفراخ البلدي الجلد بتاعها بيستحمل شوية. هحشي الفراخ على قد ما تاخد، يعني مش هسيب مكان للتسوية زي مثلا ما بنعمل مع الفريك والرز بالخلطة، لان الخضار لما بيستوي حجمه مش بيزيد. يعني هخلي الحشو بشكل طبيعي خالص، ما تكونش مليانة قوي وفي نفس الوقت ما يكونش فيها فراغ كتير، بنفس الطريقة اللي انا بحشي بيها دلوقتي. واقفل رجلين الفراخ علشان الخضار ما يخرجش وقت التسوية، وكمان عشان اقدمها بشكل حلو. ما تحطيش رجلين الفراخ الاتنين مع بعض، وخصوصا الفراخ البلدي لان رجلها بتبقى طويلة. هقفل واحدة بالشكل ده، والتانية هعديها من تحت الرجل. وممكن تضم الرجلين على بعض وتلف الاطراف بورق ألمونيوم او تلف عليهم خيط. هجيب الطاجن او الصينية اللي هتخش الفرن، ويفضل يبقى طاجن علشان بيدي طعم حلو. هنزل بكمية صغيرة من الخلطة اللي حشينا بيها الفراخ، وعليهم هضيف الفراخ.
وعلى الوش هضيف ورق اللورة ومرقة الدجاج والمستكة والحبهان وباقي كمية الخلطة اللي موجودة معانا. وهضيف كمان نص معلقة صغيرة ملح. اظبط الملح على طريقتك. واضيف نص كوباية مية سخنة، مش محتاجين اكتر من نص الكوباية. هغطي الطاجن بورق زبدة وبعدين اغطيه بورق ألمونيوم مرة واتنين واتأكد انه مش داخله هوا تماما. وادخل الطاجن فرن من غير شواية على درجة حرارة 180 رف اسفل. هياخد معاكي من ساعة وربع لساعة ونص. بعد ساعة وربع تقدري تفتحيه وتتابعي التسوية. وهنا الفراخ بعد ما طلعت من الفرن اخدت معايا بالظبط ساعة ونص. الفراخ مستوية والخضار مستوي. هاخد الفراخ اضيفها للصينية اللي هنحمر فيها. وهنا معايا احلى شوية مرقة هصفيهم من الخضار واعمل بيهم شوربة لسان عصفور. وعلشان تحمري الفراخ بطعم وشكل حلو معايا معلقة دبس رمان هضيف عليها عصير نص ليمونة ومعلقة كبيرة زيت وهقلبهم مع بعض. طب لو ما عنديش دبس رمان هيبقى عصير نص ليمونة ومعلقة كبيرة زيت، ربع معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة صلصة. هدهن الفراخ واشغل الشواية تاخد لون حلو. هضيفها لأطباق التقديم. وصفتنا قدمناها مع رز بالشعرية وشوربة لسان عصفور ومخلل، وهتبقى جميلة جدا مع العيش والطحينة. وهنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. اتمنى من قلبي يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم اشعار بوصفات الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي أفنان أيمن.